النيابة الإدارية وما توصلت إليه في التخصصات وهي ومجلس قضايا مجلس الدولة؟ حنان، لم يحدث اجتماعات بالنسبة لهيئة قضايا الدولة أو النيابة الإدارية أو مجلس الدولة داخل لجنة ال50 أو داخل مقر مجلس الشورى، ولكن هناك ما يشبه الاجتماعات المنفصلة بين الأعضاء وبين مجموعة من الخبراء الذين جاءوا من هذه الهيئات على مدار مناقشات لجنة ال50 لمشروع الدستور. هم يساعدون ويعاونون في وضع تصورات وحلول للمشكلة الناشئة الآن بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة والاختصاص في القضاء التأديبي. النيابة الإدارية تتمسك بأن تكون هي المختصة بالقضاء التأديبي، ومجلس الدولة يقول أن هذا اختصاص أصيل له في الدساتير السابقة. الحل في هذه المشكلة هو المطروح حاليا أمام لجنة ال50 للوصول لصياغة نهائية، ولكن اجتماع بشكل مباشر لم يكن هناك اجتماع بشكل مباشر هذا اليوم، ولكن الاجتماعات كانت مع ممثلي الغرف السياحية ووفد العمال والفلاحين الذي التقى كما قلت منذ قليل بالسيد عمرو موسى. ولكن هناك اجتماع الآن للجنة ال50 لمناقشة المواد الخلافية الأخرى اللي هي بقية المواد ال20 للوصول إلى حل بشأنها والتوصل إلى مشروع الدستور الذي سيتم التصويت النهائي عليه بداية على الأرجح من يوم السبت المقبل إن شاء الله. أحمد وجيه مفادنا إلى مجلس الشورى حيث مقر انعقاد جلسات لجنة ال50، شكرا جزيلا لك.